تعالى اقول لك ازاي تعمل وحدة شحن بالفولت اللي انت عايزه من خلال دايرة رفع الجهد ديت، سواء كان 9 فولت او 6 فولت او ايا كان الفولت اللي انت عايزه. ركز معانا في الفيديو وهقول لك على كل التفاصيل. بص يا سيدي، النهارده هنعمل وحدة شحن تايب سي للفولت 9 فولت، تمام؟ فاحنا من خلال الطريقة دي هنقدر نحدد الفولت اللي احنا عايزينه، سواء 9 او 6 او حتى 12. بس طبعا كل ما الفولت عالي بيأثر على البطارية، فطبعا كل ما الفولت يعلى يفضل اللي انت تجيب بطارية اكبر او مناسبة للفولت اللي انت هتشتغل بيه. يعني دي بطارية 600، فانا هحولها ل 9 فولت، فيفضل لو انت هتعمل اكتر من 9 فولت فتجيب بطارية أكبر، مثلا ديت 2600 ملي أمبير. ممكن بقى إيه تزود زي ما أنت عايز على حسب الفولت اللي أنت عايزه. طيب في البداية سريعا كده، الوحدة بيكون فيها 4 أماكن للحام، اللي هما الاتنين للدخول اللي بيدخلوا من ناحية البطارية، والاتنين الخروج اللي هما بيركبوا في الجهاز بتاعنا. مثلا ده جهاز تستر 9 فولت، هنبتدي نعمل له دايرة الشحن ديت. بص يا سيدي، أول حاجة بنجيب دايرة الشحن التايب سي بالوجه ده كده، ونبتدي نجيب الدايرة بتاعتنا دي نقلبها في القطعة التانية علشان يبقى شكلها حلو واحنا بنركبها. وبعد كده هنركب على طول كده اللي هي الشريط العازل بتاعنا. ده الشريط ده مهم جدا، واحنا بنستخدمه ليه؟ علشان واحنا شغالين ما نلمس اي حاجة، لان البطارية بتكون متوصلة. فانا هنعمله كده زي مؤقت لحد ما نخلص لحماتنا، وقبل ما نعمله يفضل ان احنا نلحم الاول. فاحنا دلوقتي هنلحم الاول الافضل، يعني مثلا هنجيب الجزء ده كده نلحم فيه اللي هما الموجب والسالب بتوعنا زي كده. بحاول اوضحها لكم. ده السالب، وده الموجب. انا طبعا مظبط كل حاجة عشان وقت الفيديو، فمبنطها بالاسديل وكده. ونبتدي نجيب جزئين اللي هما السلكين الصغيرين دولت اللي هما يوصلوا بالبطارية، برضو السالب والموجب زي كده. وهنبتدي نلزق البوردة اللي هي التايب سي بتاعتنا، اللي هي بوردة الشحن، في البطارية بالمنظر ده كده. ونبتدي نعمل الجزء اللي هو السلك الصغير دوت، اللي هو في الرقم بتاعه اللي هو مكتوب، اللي هو الفي ان موجب والفي ان سالب. هنبتدي نقلبهم بالمنظر ده كده اتجاه البطارية. يفضل برضو نعمل له قطعة شريط اللي هو العازل بتاعنا، علشان برضو نقدر نتحكم فيه وما يبتديش يتحرك مننا. نجيب قطعة بسيطة نبتدي نلزقها مؤقت عشان نعرف نتحكم فيها. طيب الفردة اللي هي الحمراء اللي هي خارجة من البطارية هتلزق في البي الموجب اللي هي في البوردة بتاعة التايب سي نفسها. مش عايزك تتوه مني، واحدة واحدة. والأسود في السالب بالمنظر ده كده. وهنا السلكتين اللي خارجين من البوردة اللي هي رفع الجهد، في معانا الأسود هيركب في السالب اللي خارج اللي هي الطرف الأخراني زي ده كده. والجزء الأحمر في الطرف الأخير اللي هو الموجب. بص هتبقى معانا بالمنظر ده كده. طيب المرحلة بقى اللي قبل ما نوصل، هنبتدي نجيب الافوميتر بتاعنا، تمام؟
ونقيس الفولت اللي خارج بعد ما وصلنا. بص هي مخرجلنا 17 فولت، طبعا مش هينفع نوصلها بالفولت دوت. فشايفين انت المسمار الصغير دوت، هنجيب اي مفك او اي جزء صغير عندك وهنبتدي نلفه علشان ننزله للفولت اللي احنا عايزينه. نبتدي نقيس تاني كده. لا قل 15. فطبعا عشان تقلل بتعمله ناحية الدخول بتاع البطارية. هو عايز يلف شوية زي ما احنا شايفين كده، بنلف فيه بكل سهولة، بيتلف معانا كده. نبتدي نقيس تاني بسرعة كده. بص هو جاب معانا 12، احنا عايزين 9 فولت. طبعا ضروري نقيس قبل ما نوصل عشان ما نوصلش بفولت عالي على البوردة اللي احنا الجهاز اللي احنا شغالين عليه، فيأثر طبعا على ايه، على الجهاز نفسه. كده جاب 7، قل جدا. عشان نرفع تاني بسرعة. 8.5. 9.4. نقلل سنة بسيطة. 8 و8. خلاص احنا كده ايه، خلصنا. ده مزاولة. كده تمام، 9 فولت. ركز معايا كده، 9.1. تمام. هنبتدي نجيب الجهاز بتاعنا الجميل ده. بص يا سيدي، في الجهاز اللي بالمنظر ده كده بيكون الجزء اللي هو الفاضي من جوه دوت ده الموجب، والجزء اللي هو اللي طالع بره ده السالب. فهنبتدي نقلب الجزء ده كده ونوصل الموجب في الموجب والسالب في السالب. كده وصلنا الجزء الموجب، بعدها على طول وصل الجزء السالب. بس هنبتدي نحط كده دايرة الشحن بالمنظر ده كده، ونبتدي نقفل الباب. تفتكر هتشتغل ولا مش هتشتغل؟ بس زي ما انتوا شايفين كده النور في التستر اشتغل، يبقى هي كده اشتغلت معانا. هنبتدي نجيب كابل زي بتاع النت اللي احنا بنقيس بيه في التستر، نشوف الإضاءة شغالة معانا ولا مش شغالة. هو كده التستر اشتغل معانا شحن تايب سي. وقت ما يخلص هنبتدي نشحنه تاني. اللي هيرسى على الطريقة اللي احنا عملناها دي هيرسى على أي طريقة عايز تزود أو تقلل الفولت من خلال الوحدة اللي احنا عملناها. بس كده متنساش متابعة، ولو عندك أي استفسار اكتبلي في الكومنتات.